السلام عليكم خاوتي. اليوم عندنا فيلم واعر بزاف ومخلط دراما واكشن اللي اسمه وان باتل افتر اندر. الفيلم بيحكي على قصة بوب فيرجسون اللي كان زمان ثوري ومنتمي لجروب يعني تاع ثوار، وكانوا يديروا مشاكل بزاف في الحكومة في ذاك الوقت. بوب دخل في علاقة مع القائدة نتاعهم بيرفيديا، وجدت عندهم طفلة اسمها ويلا. الجروب يعني اللي كان معاهم بوب اللي يمثلوا الشخصية تاعنا المشهورة ليوناردو دي كابريو، وتعرضوا لخيانة كبيرة وهربت الزوجة تاعو بيرفيديا وخلات بوب وحده. بوب قعد 16 سنة كاملة مربي بنته ويلا اللي ولات درك مراهقة، كاين عايش يعني وحده وديما مخلوع وداير البوسيبل تاعو باش يحميها من الماضي تاعو. بصح الخوف تاعو ولا حقيقة كيعدوه القديم. القائد المجنون ستيفن لوكجو واللي يمثلوا الممثل المشهور شون بان رجع يجري موراهم يعني من بلاصة لأختها. بوب هنا يلقى روحه مجبور يرجع للقتال نتاع زمان، وباش يقدر يدير هذا الشيء تعاون مع شريكه القديم اللي هو سينسي كارلوس، يعني المدرب الكاراتيه اللي يلعب بالدور هذا نتاعو الممثل المشهور بينيسيو ديل تورو. الفيلم يولي سلسلة تاع مطاردات ومعارك يعني قوية تبين شحال صعيب تهرب من الماضي وعلى واش يقدر يدير الواحد باش يحمي العائلة تاعو. الفيلم لازم تشوفوه باش تعرفوا واش صرا في الأخير. يعني فيلم فيه يعني تمثيل جبار من طاقم الممثلين، سواء من ليوناردو دي كابريو، سواء من الممثل الكبير أيضا شون بين. يعني فيلم ملحمي نقدروا نوصلوه باللي فيلم من أحسن آخر أفلام 2025 ويدخل من ضمنهم في الطوب. يعني الفيلم كان جميل جدا واستمتعت يعني بكل لقطة منه، وفيلم يعني جيد. المهم اشتركوا في القناة وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيه، وشكرا.